السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتي رنة وخلخال. إن شاء الله هعمل لكم النهاردة فيديو. أول مرة أعمل فيديو زي كده على قناتي، ولكن أنا اتسألت كتير. إحنا عندنا محافظات الأقاليم ما بيبقاش في محلات كتير لبيع الخرز، فأنا صدفة وأنا ماشية اكتشفت إن في محل، بجد محل جميل جدا، ومن ساعة ما عرفته وأنا ما بجيبش غير منه. دلوقتي أنا معاكم في محل الخديوي من محافظة السويس، ومحل الخديوي دوت إن شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف عنوانه ورقم تليفونه وصفحته على الفيس. مش هتندمي خالص خالص لو انت دخلتيه، في كل حاجة، في كل حاجة وأقل حاجة وأكبر حاجة تخص الإكسسوارات وتخص الخرز في العموم. هنا زي ما انتوا شايفين كده محل الخديوي، كل انواع الخرز، والخرز عنده مميز من الجودة. فعندك هنا الخرز اللولي زي ما انتوا شايفين بأحجامه وماركاته، لأن احنا عارفين ان الخرز اللولي في المستورد وفي المصري. هنا كل الخرز اللي ورهوني ده مستورد، هو ما بيجيبش المصري في اللولي خالص. وطبعا عن طريقه هو شرح لي ازاي تفرقي بين الخرز اللولي والخرز اللولي المستورد واللولي المصري. وهنا بيفتح لي الباكت ده او الكيس دوت علشان يوريني الفرق ويوريني نوعية الخرزاية، شكله عامل ازاي زي ما انتوا شايفين كده بيلمع. فهنا شرح لي انت ازاي تعرفي ان الخرز دوت مستورد ولا مصري. المستورد طبعا شكله حتى في لمعانه بيبان عليه قوي قوي قوي. وبرضو قال لي الفرق بينه ان المصري بيكون في الفتحة بتاعته من فوق ممكن تلاقيها مكان الخيوط كده مقشرة، وفي نفس الوقت في فاصل كده في الخرزاية كأنها ملحومة، او اللي هي يعني متصلين ببعض السنتر بتاع الخرزاية. لكن المستورد بتبقى الكبسة قطعة واحدة. هنا طبعا عنده انواع الخرز، في اللولي السي سي بي، لون اللولي، واللون السيلفر اللي انتوا شايفينه دوت. هنا السيلفر بتاعه بصراحة اللي عنده فتحته معقولة جدا، تقدري تتحكمي فيها. وليه انا بقولك كده؟ لان انا اشتريت خرز من مكان تاني سي سي بي، لقيت فتحته واسعة جدا. واكيد الفيديو اللي انا نزلته بتاع الشنطة قلت لكم، اكدت لكم على المعلومة ده، ان انت لو اول مرة تتعاملي بالخرزية دي او اول مرة تشتغلي خرز ما تتعامليش بالخرزية دي. لكن الخرزية السي سي بي اللي شفتها عنده مختلفة تماما، معتدلة في الفتحة بتاعتها. عايزة اقول لكم المحل الخديوي يا جماعة في كل حاجة، محل نينجا في كل ما يخطر على بالك، كل ما يخص الاكسسوارات، كل ما يخص خرز الهاند ميد هتلاقي عنده. وحدة الصوت والضوء بتاعت الفوانيس، خرز التفسيرة، الخيوط، أنواع الخيوط السنارة بأنواعها موجودة عنده. يعني ما فيش حاجة هتسألي عليها إلا وهتلاقيها في محل الخديوي. عنده دلوقتي خرز الأجور، واحنا طبعا عارفين ان خرز الأجور دوت في المحافظات وخصوصا محافظة السويس نادرا ما بلاقي خرز الأجور. فاحنا عندنا في السويس بصراحة المحلات معدودة جدا، والمحل الخديوي ده كان اكتشاف. ما حبيتش ابخل عليكم في الموضوع دوت، وقلت اعرض عليكم المحل والمنتجات اللي جواه. وان شاء الله باذن الله روحي ومش هتندمي خالص. الاسعار بقى ما اقولكوش، كأنك بتجيبي الاسعار من القاهرة. يعني ما فيش، يعني لو قارنتي بينها وبين اسعار القاهرة هتلاقيها واحد. بص المحل تبارك الله، الله اكبر، مليان انواع من الخرز والاشكال والاحجام. بصي خرز الفوانيس، عندك الخرزاية السداسي الشفاف دي، بصي قد ايه بتلمع جوه الكيس. طبعا احنا عارفين ان الخرز انواع ودرجات، لان في درجة يعني ممكن تلاقي في السوق درجة يعني 20 درجة، بتلاقيه دوب عامل زي البلاستيك ومنتش من عند الحروف. لا، الخرزاية عند الخديوي
زي ما انت شايفة، والماركة هي على الكيس MR، وعارفين طبعا ماركة الMR خرزة نظيفة. بص الالوانات، عنده الاحمر، عنده الفوشيا، عنده البينك، عنده الاخضر بدرجاته، عنده البنفسجي بدرجاته، الاصفر، التركواز، البيبي بلو، كل الوان الخرز عند محل الخديوي بدرجاته. بصوا شكله روعة. بص الخرز بألوانه، ده سداسي شفاف. الكيس الأبيض دوت مقاس 10. طبعا بتعملي منه الفوانيس، بتعملي منه علب مناديل، بتعملي منه بونبونيرة، بتعملي منه مقالم، بتعملي منه كل أي حاجة من المجسمات. طبعا اللي بيدي إضافة للمجسم اللي انت بتشتريه هو نوع الخرز. لو نوع الخرز من الدرجة الأولى فلمعانه بيبان في المجسم اللي احنا بنعمله. عشان كده بقولك محل الخديوي في كل ما تشتهيه من منتجات الهاند ميد اللي تخص الخرز. هنا برضو هنشوف تشكيلة حلوة قوي للشنط. عنده شنط تشكيلتها مختلفة، أحجامها مختلفة. هم برضو اللي بيعملوا الشغل ده، يعني مش بيجيبوا جاهز. يعني لو أي حاجة أنت عايزة تعمليها، فوانيس، شنط، أي حاجة تعمليها ممكن تجيبي منه الخرز، وفي نفس الوقت هو يعمل لك الحاجات ديت. إن شاء الله بإذن الله زوروا المحل ومش هتندموا. هتلاقي فيه كل ما يسركوا زي ما بيقولوا كده. احنا طبعا عندنا في محافظة السويس أماكن معينة وقليلة جدا بتبيع الخرز، واحنا كلنا عارفين لو ما لقيناش في الأماكن دي فكله يا عيني بيقعد يتساءل طب نعمل ايه، طب نسوي ايه. لا، انا جبتلك محل الخديوي اللي هيحل كل مشاكلك من حيث كل انواع الخرز. بصوا تشكيلة يا جماعة هايلة بألوانات مبهجة. تعالوا بقى اوريكم الشنط. بصوا الشنطة دي كأن دمجة فيها كام لون في بعض، وهي أصلا لون واحد. يعني الخرزية نفسها متدرجة، فمدياكي بجد يعني تكوين في الألوان رائع. برضو هما اللي بيعملوها، هما اللي بيعملوا المنتجات دي. تعالي بقى أوريك الشنطة اللولي، اللي عشان أوريك الخرزة اللولي اللي عندهم بعد ما وظفناها في شنطة زي كده. بصي نوع الخرزاية، نوع الخرزاية اهي مستوردة. لو الخرزاية مش مستوردة مش هتديكي الشياكة بتاعت الشنطة واللمعان اللي هي فيه ده. برضو هما اللي بيشتغلوا الشغل دوت. يعني زي ما يقولوا كده بتضربي عصفورين بحجر، ممكن ان هما يعملوا لك المنتج اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت بتبقي ضامنه الخرز اللي هيديهولك. شايفين الشنطه دي شيك قوي وسيمبل قوي، وعلى فكره تنفع حد كبير، وتنفع برضو مرحله البناويت صغيره. تحطي فيها التليفون بتاعك، بتحطي فيها المحفظه بتاعتك، اي حاجة على خفيف كده هتحطيها بتبقى شيك قوي. تنفع سواريه، تنفع برضو لو انت خارجة اخر النهار. بصوا بقى الفوانيس الوانها عاملة ازاي. شوفي السيموني مع البيبي بلو، جميل قوي، الوانات جميلة جدا، وشياكة الفانوس نفسه وديزاين جديد خالص. هنا بقى بصي مجموع الالوان، الاخضر على الاحمر على الاورنج على الابيض يعني بصي ما تتخيليش ان انت ممكن تجمعيهم في مجسم واحد. نيجي بقى الكيتي اللي هي بصي متربعة على العرش من كام سنة وإلى وقتنا هذا رمضان 2024، والفانوس كيتي دوت لا يمكن يتلغي. بصوا الفانوس دوت في منتهى الشياكة، الأصفر مع الأخضر، ألوانات رائعة. عندهم برضو المجسم الكورة دوت، وبرضو لو انت عايزة تعملهولك، وزي ما قلت لك ان انا ممكن الكرة ديت اعمل لها اضافة، ممكن احط لها وحدة صوت وضوء، ممكن احط لها وحدة ضوء بس مع الحركة هتدي اضاءة، وده بيبقى انتيك كده على التيبل. هنيجي يا جماعة المحل بيوفر لك شكل
سواء كنت بره محافظة السويس أو داخل محافظة السويس. وزي ما قلت لكم عنده وحدة الصوت والضوء متوفرة عنده بكميات. بصوا شكل الفانوس الكاتي دوت برضو، ده نوع تاني من فانوس كاتي. بصوا جميل جدا. في برضو اللون التاني بتاعه اللون الأحمر. بص الأحمر في بينك وبينك في أحمر، جميل جميل جميل. طبعا عارفين إن اللون الأبيض هو اللي بيسيطر على الوش بتاع الفانوس. بصوا هنا برضو عندك فانوس على شكل عربية. على فكرة عايزة أقول لكم حاجة، هو بيعمل شحن بره المحافظة. يعني لو انت بره محافظة السويس وليكي عايزة اوردر بيبعتهولك، وبرضو لو انت جوه محافظة السويس وعايزة اوردر بيبعتلك الدليفري. وعامة العنوان ما يتوهش خالص. المحل يعد في 40 على ناصية مول العرب، محل مول العرب بتاع الملابس. هتديله ظهرك وتدخلي في الحارة اللي في وشه هتلاقي محل الخديوي، وهسيب لكم العنوان بالظبط وهسيب لكم رقم تليفونه لو عايزين تتواصلوا معاه. بصوا انتوا على الفانوس بتاع البلكونات او مدخل العماير، فانوس في منتهى الجمال والشياكة. يعني بصراحة المحل موفر لك حاجات كتير، موفر لك كل حاجة. عايزاكي ما تنسوش محل الخديوي ان شاء الله بإذن الله. يعني حتى حاجة الاكسسوارات بيبيع اقل كمية يا جماعة، وده نادرا ما بتلاقيش حد في السويس بيبيع بكميات غير اقل حاجة ربع كيلو ونص كيلو. ده ممكن يديك ب10 جنيه طبعا على الميزان مفيش مشكلة، بس برضو كفاية ان انت ممكن تتزنقي في كمية بسيطة وانت بتعملي شنطة وانت بتعملي حاجة، فبدل ما تجيبي ربع كيلو لا ممكن يديك ب10 جنيه. واحنا عارفين طبعا الخرز غالي، وعرفنا ان الاسعار بترتفع كل ساعة. يعني ممكن اي محلات تانية مش هيقولك لا اقل حاجة ربع كيلو، هو موفر لك الحتة دي، ودي افضل حاجة في المحل بصراحة. يعني اسعار بهودة، كميات قليلة، كل انواع الخرز كل احجامه. حتى الاكسسوارات احنا عارفين طبعا ان البنات الصغيرة دلوقتي بتشتغل اكسسوارات في الاجازة، عاملين برضو كميات بسيطة للبنات الصغيرة. وزي ما قلت لكم في شحن جوه المحافظة وفي شحن بره المحافظة. وان شاء الله تنسوش بإذن بقى الله لو الفيديو الفيديو عجبكم